ولا تقوليلي كيكة ولا تقوليلي بسبوسة، جمعتلك الاتنين في صينية واحدة، وهنعمل احلى واطعم رواني. طعمها حلو جدا، سهلة وسريعة وطعمها جميل، وكمان بتدوب في البق، ناعمة ومرملة الاتنين مع بعض. ازاي؟ مش عارفة. حاجة كده اطعم من البسبوسة والذ من الكيكة، لازم تجربيها. ومقاديرها حلوة جدا، موجودة تقريبا عندنا في كل بيت. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل على طول في الوصفة بتاعتنا وكمان المقادير. ما تنسيش بقى تعملي اللايك بتاعك والمنشن والشير. اول حاجة معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، مخرجاهم من التلاجة قبلها كده ب10 دقايق. وكمان حطيت عليهم كيس من الفانيليا، نص كوباية من السكر. بصي بقى، ولا محتاجين خلاط ولا محتاجين مضرب ولا عجان، اعملي بالمضرب اليدوي كده هتبقى تمام معاكي. كوباية من الزبادي، ونزلت عليها بنص كوباية من الزيت. وطبعا هنا هحط نص كوباية من الحليب، حليب ساقع من التلاجة عادي خالص، والزبادي برضو ساقع من التلاجة، مفيش اي مشاكل خالص. بعد كده هحضر معايا كوباية من جوز الهند، بس جوز الهند اللي انا استخدمته هنا دوت مبشور يعني ناعم قوي. بعد كده هحط كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة السادة اللي معلوش اي اضافات خالص، يعني مش هينفع بتاع الاكياس دوت، بيتباع عند العطار سايب. وبعد كده هحط كوباية من الدقيق الابيض، وهحط عليها معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح. معلقة ديت ما يعادل كيس كامل من الكيك شيف او البيكنج باودر اللي هو يعتبر 11 جرام او تقريبا 16. في الوقت دوت حسيت اللي هي محتاجة شوية من الحليب، حطيت لها حوالي كده 5-6 معالق من الحليب، وبقت معايا بالقوام ودوت المطلوب. هحطها بقى في صينية مدهونة دهنة بسيطة كده من السمنة، بلاش زيت، خليها سمنة احسن. وطبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، من غير ما تشغلي الشواية هتلاقيها احمرت معاكي وبقت تمام. بس في خطوة بقى انا هعملها ديت اختياري، حابة تعمليها اعمليها، مش حابة خلاص، بس هي بتدي تست عالي او طعمه حلو. اللي هي القشطة الكدابة، اللي عبارة عن كوباية من الحليب عليها 3 معالق من النشا، وندوبهم مع بعض على النار لحد ما تتقل. لو انت حابة تعمليها اعمليها. بصراحة انا كنت بعمل وصفة تانية، فهي جت في بالي كده فاض معايا شويه، فجت في بالي ان انا اعمل الخطوط الجميله ديت كده، وطلعت ناجحه وطعمها حلو ولذيذه كده وانت بتاكليها. فلو انت حابه تعملي زي اللي انا عملتها بالظبط، يبقى كوبايه من الحليب زي ما قلت لك عليهم 3 معالق من النشا، دوبيهم كده مع بعض وارفعيهم على النار ياخدوا تقليبه لحد ما تتقل. دخلتها الفرن، وتعالي نعمل مع بعض العسل او الشربات اللي هنحطه فوق الوش بتاع الرواني. عبارة عن كوباية واحدة من السكر عليها كوباية ونص من المية، ارفعيهم على النار لمدة 6-7 دقايق. بعد كده حطي عصرة ليمونة، كيس من الفانيليا صغير او رشة فانيليا يعني، ورجعيهم على النار ياخدوا غلوة واحدة مع بعض. وبس كده، هي الرواني هتكون سخنة والشربات بتاعنا بارد شوية، يعتبر هو خلص بسرعة. وهسقي بيها بقى، هو يعتبر خفيف جدا جدا زي البسبوسة بالظبط، الشربات بيكون خفيف. هنسقي بقى الرواني ونسيبها كده. انا طبعا ما استخدمتش العسل كله او الشربات اللي انا عملته كله، انا حطيت نص الكمية بس، واللي عايز يحط بقية الكمية وهو بياكل. يعني حبيت اللي انا ايه، ما تبقاش مسكرة اوفر، لان طبعا انتوا عارفين الاختلاف بتاعت الاذواق بتبقى في البيت، يعني حد بيحب مسكر حد لا، وهكذا. هنا بقى طبعا بصي شكلها الله بقى، حاجة كده جميلة تتاكل سخنة شغالة معاكي، بتبقى عسل. بتتاكل بقى وهي باردة برضو جميلة جدا. حاجة كده اللهم بارك، لازم تجربيها. يلا بقى منشن وشير عشان تجربوا الرواني، وقوليلي اخر مرة اكلتيها امتى ولا ما عملتهاش قبل كده. هستنى الكومنت بتاعك والمنشن بتاعك ان شاء الله، والشير اوعي تنسيه.